أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في مصر والوطن العربي الكبير، من الخليج العربي المحيط الأطلنطي. البلوجر المصري العالمي بونجك سيكي يطوف يمينا ويسارا وفي كل الاتجاهات من أجل مصر العروبة والتقدم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، موضوعنا اليوم هو المتحف المصري الكبير. إن المتحف المصري الكبير لهو درة المتاحف العالمية كلها، حيث أن الآثار المصرية تعتبر ثلث آثار العالم جميعا. نعم، إن وزارة السياحة والآثار المصرية من الوزارات المندمجة حديثا، والتي نضع عليها آمالا كثيرة في الدخل القومي الوطني في عصرنا المعاصر، وهكذا الحياة. إن لم يستطع الإنسان أن يكون مفيدا لوطنه ولأمته العربية فلا يساوي شيئا في عالمنا المعاصر التكنولوجي والرقمنة الحديثة التي نحياها. إن المتحف المصري الكبير القادم إلينا في نوفمبر في افتتاحية نتمنى أن نكون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا في جمهورية مصر العربية، وبخاصة وزارة السياحة والآثار المصرية. فإننا يجب علينا أن نكون أكثر إدراكا، لأن المتحف المصري الكبير منذ 25 عاما يباني التفكير من يونسكو على تدشين هذا الموضوع. كان في عهد الدكتور زاهي حواس، وزاهي حواس كدكتور ألمعي وبراق وجميل الوجه ويخطف الألباب في كلامه عن الآثار المصرية، ولكنه يلتزم في جوهرة توت عنخ آمون. نعم، توت عنخ آمون الذي شرفنا بالعمل مع الدكتور زاهي حواس في المكتب الإعلامي الذي أنشئ في عام 2000 بعد انقضاء فترة دكتور جاب الله علي جاب الله، حيث أننا نعتبر من المؤسسين في المكتب الإعلامي في المجلس الآثار، وكان يزاملنا مستشارين أكفاء نذكرهم بالخير: الإعلامي القدير محمد حسين من الإذاعة المصرية، الذي تعلمنا منه الإعلام وكيفية صياغة الخبر الأثري ووضعه في الطريقة المناسبة. فتحية لهذا الرجل الكفء الذي كان مستشارا للدكتور زاهي حواس، وكذلك السيدة نيفين العارف التي تعمل الآن مستشارة لوزارة السياحة والآثار المصرية في العاصمة الإدارية. وتحية لكل الأثريين، ونشرف بوجود الدكتور أحمد ربيع في مركز معلومات مصري يتابعنا، فمرحبا به دكتور أحمد ربيع. أحمد الرجل الكفاءة العلمية، وكذلك الدكتور خالد كرار مركز معلومات مصري، والأستاذ الفاضل الأثري محمد فريد حسنين، والأستاذ حامد محمود من الأثريين، والسيدة لواحظ حيث نعمل معه. هؤلاء الأكفاء في مركز المعلومات قطاع المصري. إن الآثار المصرية لهي من الآثار البراقة والجودة العظيمة المفيدة التي تفيد وطننا المصري. وأن المتحف المصري الكبير من الأشياء العظيمة في تاريخ مصرنا في تاريخ وعصرنا المحاضر. لماذا؟ إن ماضينا
إلى حاضرنا نرى مستقبلنا. نعم، أقولها وأشد على معصم السيد الوزير شريف فتحي والسادة وكيل العام السيد أحمد عبيد للسياحة، وأصدقائي جميعا كالسيدة غادة عادل والأستاذة يمنى البحار نائب الوزير، إنني على دراية كاملة للمجهودات التي يقومون بها، وكذلك الأستاذ محمد أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية بالعاصمة الإدارية. إننا إذ نتكلم عن هذا الموضوع يجب علينا أن نكون أكثر حرصا وتعقلا ودعاية وتسويق متجدد، ولذلك نحن نتمنى أن نكون مشاركين في هذا العمل الكفاءة الجميل الذي يجعل من مصرنا درة الشرق نورا ينبعث من المشرق للعالم أجمع. إن المتحف المصري الكبير بمكوناته الأثرية الكثيرة من الآثار بصفة عامة هي من الأشياء التاريخية التي ستكتب في تاريخنا جميعا في عصرنا المعاصر، وشهادة تاريخ لكل الأثريين والسياحيين في جمهورية مصر العربية درة الشرق. لذلك يجب علينا جميعا أن نتكاتف لدفع عجلة التقدم في الآثار بكل أنواعها. إن المسألة ليست الآثار المصرية فقط، الآثار المصرية والآثار الإسلامية والآثار القبطية، كل هذه الآثار لابد من العمل الجيد لكي نبرزها بالطريقة المناسبة، وكذلك الأماكن السياحية في جمهورية مصر العربية تستلزم تكاتفا فكريا وثقافيا ودعائيا وإعلاميا شديد المراسي لتستقطب مصر السياحة والآثار في مصر، وحتى نجد أن الدخل القومي يقوى ويقوي الجنيه المصري، وكذلك نعبر إلى مرحلة الآفاق والتقدم. لذلك شرفنا بالذهاب إلى العاصمة الإدارية والتقدم للسيد الوزير شريف فتحي لمقابلته شخصيا في خطاب كتب باليد وسلم في مكتب وزير السياحة والآثار، فأرجو أن يكون هناك اهتماما كبيرا بهذا الأمر. ليس هذا تملقا أو تذللا لكي نعمل في مكتب الوزير أو مكتب الأمين العام، فإننا فعليا منتدبون من المكتب الأمين العام مجلس الآثار وإلى مركز معلومات مصري، وكنا قد عملنا 25 عاما كاملة ونعمل وسنظل نعمل ونجتهد ونثابر من أجل ماذا؟ لأجل رفعة وزارة السياحة والآثار المصرية. لماذا؟ لتاريخ مصر العريق عبر العصور. إن الفكرة والثقافة التي حبانا الله بها ما هي إلا نعمة من الله عز وجل على صبرنا من الابتلاءات والمآسي والأحزان التي عشناها طيلة 30 عاما كاملة. وإننا إذ نتكلم عن هذا الموضوع المتحف المصري الكبير لأننا نمتلك من الخبرات العلمية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والبيئية والسياسية والاقتصادية ما يجعلنا مؤهلين لكي نسعى إلى تطوير تنشيط السياحة المصرية والآثار المصرية برؤى معلوماتية تساعد على التقدم الذي
في عصرنا المعاصر. فلا بد من وزارة السياحة والآثار برئاسة شريف فتحي الفاضل أن يعي هذه الكلمات، والسادة ما حوله من الوكيل العام أحمد عبيد وكذلك الأستاذة يمنى بحار يعوا ما أقوله. إن أرادوا التعاون فمرحبا، وإن لم يريدوا التعاون فلهم ما يشاءون، ولكنهم سيفقدون رجلا يملك من الخبرات بكل تواضع وبساطة. ولكنني سوف أتجه إلى شيء آخر لن أكشف عنه نهائيا لكي أفيد نفسي وأفيد من سيستفيدون، بعيدا نهائيا عن الآثار والسياحة، لأن الرؤى المتجددة التي أملكها هي جديرة أن تفيد الدخل القومي. ولذلك على الجميع الذي يشاهدونني، وبخاصة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حامي البلاد ومنقذ البلاد من الوضع الراهن، أن يوصي السيد شريف فتحي بالتعاون، لأنني أعلم ما في النفوس في وزارة السياحة والآثار من الزملاء الأفاضل الذين ليسوا جميعا يكنون لي أي نوع من الحب والتفاهم. لماذا؟ لا أعلم، لأنهم لا يريدون عادل عبد المنعم محمد مصطفى مصدوم أن يكون له منصبا، فإننا لا نسعى إلى مناصب. المناصب زائلة ولا يبقى إلا الله عز وجل، وما من إنسان تولى أمر بشرية إلا نزل إلى التراب، وإنما هو لخير المصريين وخير الأمة العربية. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، المتحف المصري الكبير درة الشرق، آثار مهمة نتمنى أن نشهد الافتتاحية، وأن يكون لنا مكانا نشهد هذه الاحتفالية، ونكون معاونين لزملائنا في وزارة السياحة والآثار. أشكركم على سعة صدركم وعلى كل من يرى هذه الكلمات، فإننا لا نبغي إلا مصلحة الوطن ومصلحة وزارة السياحة والآثار المصرية، مع أطيب التمنيات القلبية للعاملين في المجلس الأعلى للآثار وهيئة تنشيط السياحة والآثار، مندمجين في وزارة السياحة والآثار بالتقدم والتعاون والازدهار. أشكركم على هذا اللقاء الغير مرتب له، وإنما هو أتى على سجيتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البلوجر المصري العربي العالمي بونجك سيكي في الوطن العربي والعالم، يحلق أفاقا خفاقا كالطيور لخدمة مصر والوطن العربي من الخليج العربي للمحيط الأطلنطي. وسنظل بإذن الله تعالى مبدعين في الفن والدرامة والكوميديا بفيديوهاتنا البناءة والعطرة التي نثاب عليها، ولكي نجدد حياتنا لما فيه خيرنا وخير أمتنا. عادل عبد المنعم محمد مصطفى مظلوم، مدير إدارة على الدرجة الأولى، مركز معلومات مصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.